في أطفال كتير بنشوفهم مش بيقعدوا دقيقة على بعض، بيتنططوا في كل مكان ومحدش بيقدر يسيطر عليهم. بس السؤال هنا، هل دي شقاوة ولا ممكن يكون اضطراب محتاج تدخل وعلاج؟ النهاردة هنتكلم عن اضطراب اسمه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، أو بالإنجليزي ADHD. يعني إيه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ هو اضطراب نفسي بيأثر على تركيز الطفل وعلى سلوكه وحركته. الطفل بيكون عنده صعوبة يركز، ما بيقدرش يسيطر على اندفاعه، وحركته بتكون زايدة جداً عن الطبيعي. إيه أسبابه؟ لسه العلماء مش لاقيين سبب واحد واضح، لكن في عوامل ممكن تزود احتمالية ظهوره، زي العوامل الوراثية لو في حد في العيلة عنده نفس الاضطراب، مشاكل أثناء الحمل أو الولادة، التعرض لمواد سامة زي الرصاص، أو حتى نقص في بعض المواد الكيميائية في المخ. إيه هي أعراضه؟ الأعراض بتتقسم ل3 متوحداش هرمون. 1. تشتت الانتباه، مش بيركز في التفاصيل، بينسى كتير، بيتشتت من أي حاجة حواليه، بيزهق بسرعة. 2. فرط الحركة، بيتحرك طول الوقت، مش بيقدر يقعد على الكرسي، بيجري ويتنطط في أماكن مش مناسبة. 3. الاندفاعية، بيرد قبل ما يسمع السؤال للآخر، بيقاطع الناس وهما بيتكلموا، بياخد قرارات من غير تفكير. إمتى بتبدأ الأعراض؟ عادة الأعراض بتظهر قبل سن 12 سنة، بس ممكن تبدأ من سن 3 أو 4 سنين، وبيكون الطفل ملفت جداً في تصرفاته عن باقي الأطفال. طب إزاي أفرق بين الطفل الشقي واللي عنده ADHD؟ كل الأطفال بيتحركوا وبيزهقوا، بس الفرق إن الطفل اللي عنده اضطراب فرط الحركة بيأثر ده على حياته اليومية، ومش بيعرف ينجز في المدرسة، بيبقى عنده مشاكل في علاقاته مع صحابه وأهله، وبيفشل يسيطر على نفسه رغم محاولاته. يعني مش شقاوة وخلاص، دي معاناة حقيقية. طيب هل ليه علاج؟ طبعاً، في كذا نوع من العلاجات. 1. علاج سلوكي، بنساعد الطفل يتعلم يسيطر على تصرفاته ويخطط للي بيعمله. 2. علاج دوائي، أدوية بتساعده يركز وتهدي الحركة الزايدة تحت إشراف طبيب نفسي طبعاً. 3. دعم من الأسرة والمدرسة، أهم خطوة إن الطفل يحس إنه مش لوحده، وفي ناس فاهمين معاناته وبيساعدوه. مش كل طفل شقي عنده ADHD، بس كل طفل عنده ADHD محتاج تفهم، مش زعيق. لو حسيت إن ابنك أو حد تعرفه عنده الأعراض دي، ما تتأخرش وروح لطبيب نفسي متخصص للأطفال علشان تبدأوا في خطة علاج صح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن علم النفس. سلام.